السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل ويا مساء الهنا عليكم. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة، سنة سعيدة مليانة بالخير والسعادة والصحة لينا جميعا، امين يا رب العالمين. عملنا بقى الترند الجديد بتاع اليوتيوب وهو لفة الصوف. لفة الصوف بقى اللي انا عاملاها لفة صوف مستطيلة، انا عاملاها في صواني مستطيلة، وكل واحد بقى يا جماعة يعمل ايه الشكل ايه اللي يعجبه. انا هنا عملتها بالشوكولاتة او بالنوتيلا، وعملت كمان شكل بالجبنة. بس صراحة العجينة حلوة جدا، هشة، والطعم بتاعها خيال، هيعجبكم قوي قوي. يلا كده نسمي بالله ونبدأ في الوصفة. وقبل ما نخش في الوصفة، أنا شيرين معاكم من قناة كارنفال شيري. يلا نسمي بالله ونشوف عملنا ايه. أنا هنا معايا كيلو من الدقيق. ال- الخطوات دي الكيلو من الدقيق، وممكن ايه تقسمي زي ما انت عايزه. معايا كيلو من الدقيق، معايا 2 كوباية لبن دافي، معايا كوباية مية دافية، معايا نص كوباية سكر، معايا نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، معايا معلقتين كبار من الخميرة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، و2 بيضة، ونص معلقة صغيرة ملح. وهكتب لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنا هنحط كل المكونات الكافة بتاعتنا مع بعض. حطينا كيلو دقيق، وحطينا معلقتين الخميرة الكبار، وحطينا نص كوباية السكر، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب المكونات الكافة دي كلها، وهنبدأ نحط باقي المكونات. حطينا هنا 2 بيضة. طبعا زي ما قلت لكم الوصفه دي لكيلو من الدقيق تقدري تقسمي المكونات دي كلها. وحطينا طبعا كيس فانيليا علشان البيض. هنبدأ بقى ننزل باللبن شوية بشوية. اللبن معانا هنا كوبايتين لبن دافي، ومعانا طبعا كوباية مية دافية كمان عشان لو احتاجنا سوائل تاني. هننزل باللبن كده شوية بشوية، وهنقلبه في الدقيق. هنبدأ نعجن دقيق كده بقى باللبن، وهنشوف كل لو احتاجنا المية هنحط برضو شوية بشوية، لان طبعا احنا عارفين ان كل دقيق بيبقاش زي التاني، كل دقيق ممكن ياخد مية اكتر مية اقل. فاحنا هنا بننزل شوية بشوية علشان ايه العجين ما يطلعش معانا مثلا ولا طري قوي ولا ماسك قوي. خلاص كده خلصنا العجن بالمية السائلة. احنا كده اخدنا نص كوباية المية الدافية مع كوبايتين اللبن. بعد ما خلصت عجن هنزل بقى بالنص كوباية زبدة اللي هي بدرجة حرارة المطبخ. ممكن تستبدليها بسمنة، بس يعني ايه ما يفضل سمنة او زبدة، بلاش الزيت عشان تاخدي نتيجة كويسة. خلصت كده العجينة بتاعتنا. طبعا احنا بنعجنها وبنخدمها كويس. العجينة دي عايزة ان انتي تعجنيها وتديها ايه حقها في العجن شوية. هندهن كده الطبق كده بشوية زيت، وننقل العجينة بتاعتنا، وهنسيبها ايه تخمر كده معانا ساعة. احنا الجو هنا برد، هتاخد معانا ساعة. وبعدين احنا حاطين كمان اللبن دافي والمية دافية، فان شاء الله هي ايه مش هتاخد اكتر من ساعة. هنا كده بعد الساعة ما شاء الله العجينة اهي كده تضاعفت اهي حجمها. هنلمها بقى كده على بعضها. هنبدأ نقطع منها كده بقى، هناخد منها ايه قطعة قطعة، وهنرجع بقية العجينة الطبق، ونقطع ايه على قد كل لفة هنعملها، ناخد قطعة قطعة ونشتغل. نرجع كده بقية العجينة الطبق عشان نعرف ايه نشتغل منها. العجينة ملمسها ناعم قوي وطرية وحلوة قوي معاكم، هتفرد معاكي ومش هتتعبي خالص في الفرد بتاعها. حاجة حلوة قوي كده لو عملتيها كده النهاردة كده في رأس السنة مع كوباية شاي، حلوة قوي هتعجبكم. يعني فريتها كده بالشكل ده. حاولي تفرديها يعني ايه ترققيها كويس قوي، لان طبعا انت لسه هتلفيها، فعشان ما تبقاش معاكي سميكة. هنحط لها بقى ايه الشوكولاته اللي هي النوتيلا دي. الشوكولاته دي يا جماعه انا عاملاها في البيت، وهنزل لكم لينك الفيديو بتاع الشوكولاته كمان في صندوق الوصف تحت المكونات بتاعه الفيديو.
هنبدأ بقى كده تعملي كده شروط كده بالسكينة بقى بالقطاعة زي ما انت عايزة بأي حاجة. تبدأي تقطعي كده شرايح كده رفيعة خالص. اهم حاجة تقفلي كده العجين من الحروف علشان الشوكولاتة ما تخرجش من الجناب وانت بترصيها او انت بتسويها. معانا هنا بقى الصينية بتاعتنا اللي هي الصينية الوسط اللي بتبقى في قلب ال3 صواني. هتكوني دهنيها سمنة كده في ارضيتها، او حطي ورق زبدة لو مش عايزة تدهني سمنة. هنبدأ بقى نعمل كده ونرص في الصينية لحد ما هوريكم الشكل النهائي. احنا هنا كده قطعنا الاول قبل ما نحشي، وكده احسن طبعا قطعي الاول. تحطي بقى الشوكولاتة، بلاش تحطي كمية كبيرة عشان ما يطلعش من العجين وهو بيستوي. طبعا انت الشكل النهائي هتشوفيه هيبقى شكله حلو جدا. هنعمل كده وهنبدأ نوصل العجين كده ببعضه لحد ما تخلصي الصينية. سهل جدا، العجينة مننا خد منها كويس جدا، حلوة قوي في الفرد، مش متعبة خالص. قفلي كده من الجناب، دي اهم خطوة يا جماعة، تقفيل كده الجناب عشان الشوكولاتة ما تطلعش. هنكمل الصينية. انا كنت هكمل الصينية كده من الحروف اللي هي تبقى الشكل كده مستطيل خارجي، بس صراحة حبيت ان انا احط كمان في قلب المستطيل، يعني يطلع كده ايه، تطلع كلها ايه قطعة واحدة. خلاص كده زي ما انتوا شايفين كده. انا كمان حطيت هنا في نص الصينية، حطيت برضو كده شكلين، في الاخر لما تخمر كلها هتبقى طالعة شكل واحد، هيبقى شكلها حلو جدا، مش هيبقى فيها فراغ من النص. لكن ايه الصينية التانية هنسيب فيها فراغ لان هي كده كده صغيرة، فطبعا ايه لما تخمر كله هيبقى ايه جاي على بعضه. دي هنعملها بالجبنة بقى، بأي نوع جبنة بقى انت عايزاه. يعني هنا عندي جبنة كده كريمي حطيت منها. عايزة اقول لكم اللي هي بالجبنة طعمها حلو جدا، طعمها حلو قوي. الشوكولاتة طعمها جميل، بس يعني اللي بالجبنة طعمها حلو قوي. هنا كده كيلو دقيق عمل معانا الشكلين دول. طبعا دي هتخمر وهتملى الصينية، انتوا شايفينها كده هي هتخمر وهتملى الصينية. هنسيبهم يخمروا برضو كمان ساعة، يبقى كده سيبناهم يخمروا قبل ما نقطعهم ساعة، وبعد التقطيع سيبناهم ساعة كمان. هنا معانا بقى ايه بعد ما خمروا طبعا وشفتوا الحجم بتاعهم تضاعف كده. معايا هنا معلقتين من العسل الاسود، هحط عليهم كده شوية مية صغيرين واخففهم كده، وهدهن الوش بيهم، بيدي لون حلو قوي للعجين يا جماعة. هدهن بقى كده الصينية الكبيرة اللي هي بالشوكولاتة، وكمان هرش على الوش بتاعها شوية من السكر، علشان طبعا هي محشية شوكولاتة يعني العجينة مسكرة، كمان هنكمل ايه ونحط كده سكر من على الوش، هيبقى حلو قوي معاها. وهنا برضو العجينة اللي بالجبنة دهنا وشها عادي بالمية والعسل، برضو مش هيغير في طعمها خالص. بس الصينية الكبيرة اللي هي بالشوكولاتة هنرش على وشها سكر، واللي هي الصغيرة اللي حاشينها جبنة هنرش على وشها سمسم. هندخلهم طبعا الفرن، هيكون شغال على اعلى درجة وسايباها مثلا سخن من قبلها بحوالي ربع ساعة،
وهتحطيها على الرف الاوسط، وهتسيبيها لحد ما تلاقيها ايه وشها كده الارضيه بتاعتها حسيتي ان هي احمرت كده والوش لسه عليه شويه، شغال عليه الشوايه. لو الاتنين اتحمروا مع بعض خلاص مفيش مشكله. انا هنا اهو استوت من تحت ومن فوق ما شاء الله. انا شغلت عليها الشوايه من فوق بس مفيش 3 دقايق كده وطفيت. زي ما انتوا شايفين العجين بسم الله ما شاء الله هش هش جدا. شايفين الشكل؟ مش متخيلين صراحة وانتي بتقطعي منه كده طري وهش قد ايه. دي اللي بالشوكولاتة اهي، عجينة قطنية هشة تماما. الطعم بتاعها خطير، طعمها حلو جدا. ودي اللي بالجبنة اهي. يلا جربوها النهاردة كده في رأس السنة مع كوباية شاي كده وتحتفلوا برأس السنة. حاجة حلوة جدا وسهلة وكل مكوناتها من البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو أتمنى تدوسوا لايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.